لو سمحت يا دكتور ممكن حضرتك تعرفنا بنفسك؟ دكتور أحمد عبد المحسن بديوي، استشاري التخدير والعناية المركزة، مستشفى دمنهور التعليمي. تمام، حضرتك ممكن تقول لنا ايه موضوع المؤتمر العلمي الاول في محافظه البحيره اللي هو تبع جمعيه التخدير والعنايه المركزه؟ احنا لقينا ان الساينتفك اكتيفيتي والكونتينوس اديوكيشن، التعليم المستمر للاطباء التخدير والعناية المركزة محتاج شوية تطوير عندنا في دمنهور، وفي ناس كتير من الشباب اللي موجودين حاليا الاجيال الجديدة محتاجة انها تتعلم ومحتاجة انها تعرف وايجر انها تعمل كده يعني. فبدأنا في إنشاء جمعية للتخدير والعناية المركزة تجمع الأطباء بتوع التخدير والنشاط العلمي بتاعنا في شركات زي الشركات الموجودة حاليا دلوقتي بترعاه، وده جهد يعني مشكور منها، وبإذن الله يعني ده بكورة الإنتاج، يعني بكورة أعمالنا اللي هو المؤتمر الأول بتاعنا. وكان بيشرفنا فيه أساتذة من معهد الكبد القومي جامعة المنوفية، وطبعا من جامعة اسكندرية، واستشاريين من دمنهور مستشفى دمنهور التعليمي. ان شاء الله باذن الله يبقى مش اول حاجه واخر حاجه، يبقى اول حاجه ونكمل باذن الله ان شاء الله. ايه ممكن تدينا بقى فكره بسيطه عن الاجهزه الموجوده اللي احنا شفناها واحنا داخلين دي؟ كلها حاجات ليها علاقه بالتخدير والعنايه المركزه، مونيتورز العنايه المركزه واجهزه التخدير واجهزه تنفس صناعي في العنايه المركزه، وجهاز لقياس التجلط، ادويه بقى، ادويه عاديه، دي ادويه هتعمل ادخال عضلات والحاجات دي الحاجات اللي هي موجوده معانا بره في المعرض، وان شاء الله نامل في السنه الجايه باذن الله يبقى عندنا نشاط اكتر من كده باذن الله. شكرا جدا دكتور. العفو.